وطبعا اهم حاجه عندنا في مجموعه شركات النويري هو الهدوء ولغه الحوار، ان احنا نقدر نتواصل مع بعض باقل مجهود. يا جماعه بعد اذنكم اهدوا شويه. جرى ايه بقى؟ بقالي ساعه بقول اهدوا، ايه الصوت العالي ده؟ مش طريقه دي. بقالي ساعتين مش عارفه اقول كلمتين، ساعتين مش عارفه اقول كلمتين على بعض. مش ده جدول الاعمال؟ ادي اهو، ما احنا ما بنعملش بيه اي حاجه. ودي طبعا الطريقه اللي احنا لا يمكن نسمح بيها في شركتنا. دي الطريقه دي اللي الناس بتكلم بيها بعض في الشركات التانيه، مش عندنا هنا. ممكن اعرف ايه المشكله؟ المشكله ان الشركه حالها واقف، والادهى كمان ان العمال اللي عاملين اضراب تحت. هو ابراهيم فين؟ فين ابو؟ لا، هو الأهم من فين إبو؟ هل إبو ده مؤهل إنه يرأس مجموعة الشركات؟ لا طبعا. إيه؟ لا طبعا، ما اسمحلكيش تقولي كده. ابو يبقى ابن مستر طارق النويري وابن الوز عوام، وانا متاكده انه على قدر كافي بالمسؤوليه انه يمسك مكان باباها. سامحني يا رب على الكذب اللي انا فيه. وبعدين احنا فقدنا رئيس الشركه، بس لازم نراعي ان ابو فقد ابوه، فقد حته منه. يا جماعه ابو حزين، ابو حزين وبيتقطع من جواه. متشكر يا شيكو انك جيت. ما جبتوش حاجه وحشه، شكرا يا جبالي. يا ايه؟ الله يفتح عليك يا فيدو، احسن. استاذنك بعد الاغنيه دي بقى شغل دي احداث بتاع طريق الشيخ وكررها. بيبي، تحب اخليه يشغل لك اغنيه الساعه اللي بعيشها في قربك 60 دقيقه احداث؟ صدق ممكن بلاش غباوه. اولا اغنيه اصاله اسمها 60 دقيقه حياه. ابويا يبقى ميت واغني له الساعه اللي بعيشها في قربك 60 دقيقه حياه. انا مش عايز غباوه عشان انا بتقطع من جوايا ونسيت اعمل فرق. حاضر. ممكن بغدادي استقبل. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه يا ابو مالك في ايه؟ ايه ابو في ايه؟ بيظبط عادي يعني. ويظبط يا حبيبتي، انا ما قلتش حاجه. الحقيقه ابقى بالميت ما عنديش مشكله، بس ايه اللي هو بيعمله ده؟ بيولع صاروخ وابويا ميت. ما طلعوا مشاعر يا جدعان. الله، طلعوا مشاعر الحزن اللي انا فيها. مفيش احساس. بتحتفل ان ابويا مات. ايه يا اخوانا في ايه؟ الموت له حرمه يا بغدادي، الموت له حرمه يا ناس. ابو بيه، رضعة الاسد اللي بتحبها. شكرا يا دنيس. بصوا يا جماعه، اللي مش هيلبس مايو اسود ويراعي مشاعري وحزني يتفضل يمشي. البيت ده بحالة حزن. كمل يا فيدو، الله يفتح عليك. يا الله على الحزن. بيبي، انا عارفه انه مش وقته، بس انا كنت عايزه افتحك في موضوع. فاكر وعدك ليا؟ وعدي؟ وعدتك بالجواز؟ وعدت اتكلم مامتك؟ ايه؟ وعدتك 1000 وعد. فرشت الارض ورد. عملت ايه هلا؟ الفيلم اللي وعدتني بيه. فيلم ايه ده؟ هو فيديو 6 دقايق ونص. بعدين شفت الفيلم ده فين يا خلبوصه؟ تلعبي في تليفوني؟ تليفون ايه وفيديو ايه؟ انا بتكلم على الفيلم اللي انت هتنتجهولي. طب حبيبتي، طب ما انا مضيت لك كل شيكات بمصاريف الفيلم، عايزه ايه تاني؟ ما انا عايزه اصرف الشيكات بقى عشان ابدا. هعمل ايه؟ طب ما هو اعلام الوراثه لازم يخلص عشان تصرفي الشيكات. ومع ذلك حاضر، اكلمهم في الشركه بقى يتصرفوا لك في اي مبلغ ولا حاجه. عموما البقاء لله يا بيبي. ونعم بالله. الله يفتح عليك يا فيدو. أدونيس بعد إذنك حط الشريطة السوداء في اليمين بدل الشمال. عشان ايه؟ لا مش عشان حاجة، حاسسها ألذ يعني في اليمين أصيع يعني. ولما أقول حاجة تنفذها من غير ما تجادلي. نستحمل بعض، إحنا في ظرف. الو، اهلا يا ابو، ازيك؟ أنا تمام. كانش العشم. زعلان منك جدا طبعا. زعلان مني ليه؟ كده يا شاهي.
كده يا شاهي ما تجيش عزا بابا. ازاي بقى؟ ده طارق بيه الله يرحمه كان في معزة بابا بالظبط. ده انا كنت اول واحده موجوده في عزا الستات. ايه ده؟ هو كان في عزا تاني للستات؟ اقول العزا كان ناشف ليه؟ نعم. لا ما تشغليش انت بالك. بقول لك النبي يا شاهي كنت بس مزنوق في قرشين كده، محتاج مبلغ يعني. يا خبر ابيض. اكيد طبعا، يعني مع اعلام الوراثه والحاجات دي مفيش فلوس في البيت. هكلم الحسابات حالا. قول لي بس انت محتاج كام؟ اي حاجه بقى ماشي، مع 10 800 مثلا، اخليهم 11. 11000 جنيه؟ لا بسيط، ساعه ويكونوا عندك. 11000 ايه؟ 11 مليون. 11 مليون جنيه؟ ليه ان شاء الله؟ ايه اللي ليه؟ كنت انا مزعل واحده صاحبتي وعايز اصالحها، انتج لها فيلم صغير كده. قولي لي خليها تيجي تاخد الفلوس امتى؟ تيجي تاخد ايه؟ دي تيجي تاخد على دماغها. مفيش فلوس طبعا. يعني ايه مفيش فلوس طبعا؟ يعني مفيش فلوس. 11 مليون جنيه ايه اللي عايز تاخدهم تنتج بيهم فيلم؟ انت فاكرها شركه ابوك؟ ايوه يا شاهي، هي شركه ابوي. ومش كده وبس يا حبيبتي، اسم الشركه على اسمي، لوجو الشركه وشي. اديني اللي مشغلك. اللي مشغلني كان طارق بيه الله يرحمه. الفاتحه على روحه. ولا الضالين امين. ومين اللي مشغلك دلوقتي؟ تكنيكلي انت، بصفتك الوريث الوحيد لطارق بيه الله يرحمه. طيب يعني الفلوس فلوسي والشركه شركتي. شاهي انا جاي لك، انا جاي شركتي يا حبيبتي. اتفضل اتفضل. شاهي بقى، شاهي. ايوه معلش بس ابعتي لي لوكيشن كده عشان بتوه في الشركه. سامح شوف لي حل مع صاحبك. هو سامح فين؟ لا انا ما اعرفش. هو انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ انا حضرتك مش عارفاني؟ انا محمد. وبعدين استاذ سامح رقاني معاك، يعني هو بصفته مديري المباشر انا دلوقتي معاه في نفس البوزيشن. هو مش المفروض كان يمشيك؟ ايه ده؟ انتوا هتمشوني بدري النهارده كمان؟ ايه يا جماعه الاخلاق والكرم دي؟ انتوا انسانيين ازاي كده؟ بجد انا كنت محتاج اروح بدري فعلا النهارده. متشكر قوي. شكرا يا انسه شاهي بجد. بقول لحضرتك ايه؟ احدث منتجات ابو، دوقي هتستمتعي. ابو يا دكتور، ابو ما بقتش طايقه خلاص، بقى بشع. ليه يا سامح؟ هو انا معاك طبعا ان طعم البندق مجنزر حبتين، بس ابو بشكل عام لذيذ جدا، ده بيدوب في البق يا راجل. هو انا سايب خط انتاج وسايب بسكوت في الفرن وهاجي اشتكي من جنزره البندق؟ انا ما بتكلمش على البسكوت يا دكتور، انا بتكلم عن ابو نفسه. ابو ابراهيم النويري. ابراهيم النويري من ساعه ما مامته ما ماتت وهي بتولده، وانا الله يرحمها هي اللي تولت تربيته. ما انا عندي خلفيه عن الموضوع ده. اظن عشان كده هو مسميك سامح ابن الداده. لا هو مش عشان كده مسميني ابن الداده، هو بيقول لي ابن الداده عشان هو قليل الادب وناقص ومش متربي. خلاص؟ مش انت لسه قايل ان امك هي اللي مربياه ام سمسم؟ لا حضرتك ام سمسم دي بتبقى قرص وبتبقى في الفرن الافرنجي، لكن امي انا اسمها ام سامح او الداده فتحيه. ممكن بقى شويه يعني ذوق عشان خاطر احنا بنتكلم عن ماما. ام سامح، ام سامح، تمام. وبعدين؟ ماما اللي انا اتحرمت من تربيتها طول حياتي، وكان عندي احساس طول الوقت ان ابو واخدها مني، كانت مشغوله بيه على طول. كنت حاسس ان انا اولى بالتربيه دي. معنى كده انك مدرك انك مش متربي. هو حضرتك بتعالجني بالصدمه ولا انا جاي اتهزق ولا انا مش فاهم؟ يا دكتور المشكله بدات من زمان، من واحنا صغيرين. ابو كان بيخليني بس ما تكملش، انا فهمت. بص يا سمسم، انت مش لوحدك، في ناس كتير قوي هم صغيرين اتعرضوا لنفس اللي انت لا لو سمحت ممكن تخليني اكمل الجمله، علشان خاطر انت رحت في حته غريبه جدا. كان بيخليني احل الواجب مكانه. يا راجل طب وايه المشكله يعني لما يخليك تحل الواجب مكانه؟ ما هي يا ريتها بتيجي على قد الواجب والمذاكره بس، انا كمان كنت بروح الامتحانات مكانه. ازاي؟ هو مش متخرج من اقتصاد وعلوم سياسيه برضو؟ انا اللي متخرج له من اقتصاد وعلوم سياسيه. البيه كان ضارب لي كارنيه وكنت بروح الكليه مكانه. ابو ده كان فاكر العلوم السياسيه بتخرج سياس، لكن انا ممكن اسمع لحضرتك دلوقتي حالا اطروحه الكساد الكبير من وجهه نظر النظريه الكنزيه في الاقتصاد. ايه رايك؟ وانت بتعرف الكلام ده منين؟ مش انت متخرج من هندسه ميكانيكا برضو؟ انا متخرج من الاثنين، وابو المختل لما لقاني جبت امتياز قرر يعمل ماجستير في امريكا. ومين بقى اللي هيعمل الماجستير بتاعت امريكا؟ ابن الداده. طب ما حلو يا اخي، اديك رحت امريكا برضو. وهو ابو هيسيبني اروح امريكا؟ لما كان هو هناك في امريكا منغمس في ملذاته في ميامي، كنت انا هنا منغمس في الكتب وبروح المانيال بالميكروباص. كل ده ليه؟
عشان خاطر ماما الله يرحمها كانت دايما تقول لي سمسم خليك جنب بابا طارق، سمسم خليك جنب بابا طارق يا سمسم. لكن خلاص بابا طارق، لكن بابا طارق خلاص، بابا طارق مات. ايوه يعني انا من النهارده مش مضطر استحمل ابو وغباوته. انا بقيت حر. ايوه من النهارده مفيش بسكوت، مفيش ابو، ومش هتنيل احبه. الحمد لله بالسلامة يا ابو يا ابني. كويس ان انت جاي، انا كنت لسه هكلمك من شويه. عمرك اطول من عمر يا متر. بقول لك ايه، هو اعلام الوراثه اتاخر كده ليه؟ ما انا كنت هكلمك عشان كده. ابوك الله يرحمه كان سايب لي فلوس كتير، عارف طبعا. فلوس كتير يبقى اعلام الوراثه هيتاخر كتير. بديهيه يعني. بتقول ايه يا عم اسمع بس، ما تقعدش ترغي يا متر. الصبح اللي بقوله لك ده، اللي بيكلمك ده دارس ماجستير في الاقتصاد. الحاجات دي احنا فاهمينها. ايش دخل دي بيدي؟ اسمع بس. سلام يا ابراهيم بيه. انا ازي حضرتك؟ مين ده؟ ده عم جمال اللي شال عنك القضيه بساعه 2009 اللي خزنت فيها عين البيت. عم جمال ازيك يا راجل يا طيب؟ ايه ده، معقوله يا جماعه 8 سنين عدوا بالسرعه دي؟ والله العظيم ما حسيت بيهم. بس بقول لك ايه، انت كنت تقدر تطلع بعد نص المده حسن سير وسلوك، بس واضح انك كنت بتتشقى جوه يا شقي. ربنا يخليك لينا يا بيه. الله يخليك يا عم جمال. بقول لسعادتك ايه؟ امرني. مفيش قضيه ولا حادثه من بتوع سيادتك كده يعني، ان شاء الله تكون جنحه صغيره حتى. بصراحه الحياه بقت غاليه قوي قوي، والعيال كبروا وبقوا على وش جواز، وعايز اجوزهم قبل ما اموت ولا حاجه. بس بقى ما تقطعش قلب اكتر من كده يا راجل يا طيب انت. لا اوعدك ان شاء الله ان انا اعمل لك مصيبه ولا حاجه تاخد لك 15 سنه فيها، وعد مني يا عم جمال مش هتشوف احفادك باذن الله. بقول لك يا متر، وانا راجع من الساحل انا دوست على حاجه مش عارف بقى، مطب، نقره، بني ادم، الله اعلم. فمعاك عم جمال بقى احتياطي كده، ها، عشان نفرح قلبه كده واخد له فيها تأبيده. ها، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا راجل. ربنا يخليك يا بيه. الله في ايه؟ ربنا يعمر بيتك وتحبسنا على طول. توحشنا. ها، الله يديك الصحه ويكرمك. يا شاهي، ابو وصل، انتي كلمتيه؟ كلمته. وجه بسرعه كده؟ لا، واضح ان انت ليكي تاثير قوي قوي عليه. وده كله بيصب في مصلحة الشركة. هي فين؟ انت مرفوضه، اطلعي بره وانا هبقى في مكتب بابا. لا يحتاجني انا هناك. معلش انا اسف، هو مكتب بابا كان ازاي؟ انا فاكر كان يمين في يمين. مكتب بابا هنا على طول كده. تمام خلاص، انا هناك. اي حد هيحتاجني يجي لي على هناك. عايزين حماس بقى؟ ها، يلا نعمل بسكوت. انت ترفدني انا ازاي؟ صحيح، ازاي انا كصاحب شركه ارفض موظفه عندي ما رضتش تمتثل لاوامري؟ حاجه مش منطقيه فعلا. انت عارف انا ضحيت علشان الشركه دي قد ايه؟ بعد كل اللي انا عملته ده يبقى ده جزاتي؟ اسمعي الكلمتين دول يا بنت الناس. المؤسسه دي كيان كبير ما فيهوش مكان لمتكاسل او دؤوب. والله طب متكاسل وفهمناها، دؤوب دي بقى انت اصلا فاهم معناها؟ لا طبعا، دؤوب اللي هو المتراخي في شغله يا جهله. واتفضلي، يلا اتفضلي بدل ما اطردك تاني، لان انا عندي شغل كتير جدا. شغل ايه بقى؟ ايه؟ عندي شغل كتير جدا طبعا، اكيد بابا كان بيجي هنا يعمل حاجه. اتفضلي. طب ايه رايك بقى؟ انا مش ماشيه غير لما تسمع كل اللي انا عايزه اقوله. هو فين 35 سنه 35 سنه. كل سنه وانت طيب. النهارده تميت 35 سنه. 35 سنه وانا مستحمل تفاهتك ونطاعتك. اسمع يا ابراهيم يا نويري، انا جاي هنا عشان اقول لك كلمتين. اسمع، انت مش بني ادم، انت حيوان. انت حتى مش حيوان كامل. انت البتاعه التافهه الصغيره دي اللي خدناها في المدرسه اللي انت ما رحتهاش. انت لما حوالين منك شويه مرضى نفسيين علشان يقعدوا معاك يلعبوا لكن انت ما حدش طايقك. ليه؟ علشان خاطر انت حته قرف. ده انا بروح لدكاتره بسببك، ده انا باخد ادويه بسببك،
انا باخد نبوس بسببك. كفايه بقى يا اخي، كفايه ده لما بغور من هنا بتطلع تنام احلامي. الله يرحم امي، الله يرحم امي ويرحم بابا طارق ويرحم كل اللي ما عرفوش يربوك. بص انا ما كنتش عايز اقولها من زمان، لكن انت تخين، انت تخين وريحتك وحشه يا جزمه. انا شايف، انا اسف، انت هنا. انا ما كنتش احب انك تسمعي الكلام ده، كنت عايز اقوله بيني وبين ابو، لكن خلاص. طب الحمد لله انها جت على قد شيء. خلصت؟ زباله. تمام. لا خلاص. في فايز تاني؟ لا هي كانت زباله دي. اخر حاجه. حلو كده. طيب انت مرفوض. يعني اطلع بره، خد الحاجه دي في ايديك وتفضلوا اطلعوا بره عشان انا عندي شغل. اتفضل. الله. انا همشي، انا همشي حتى لو هاكلها بعيش ودقه. مش الدقه دي ام سمسم؟ ها؟ لا انا ما جبتش سيره مامتك. انا كنت ممكن اقول الدقه ام ابو، لكن ما قلتش كده، انا ما عملتش ده. انا كمان هاكلها عيش بدقه. هي مش الدقه دي اللي بتتحط على الكشري؟ لا دوكها الدقه بتبقى في كيس او قله في المحل. مش وقته يا شاهي، يلا بينا بقى يلا. ايه على فين يا سامح يا ابني؟ على فين يا شاهي يا بنتي؟ انا عاوزكم في امر ضروري. احنا ماشيين يا استاذ صبحي. البني ادم ده ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه. ما عندوش دم. قولوا كملوا. ما عنديش دم وما عنديش احساس بالمسؤوليه. ما عنديش ايه تاني؟ ما عندكش فلوس يا اخوي. نعم. يعني انا ما عنديش فلوس يا متر؟ يعني بابا ما عنديش فلوس؟ لا ساب لك فلوس متلتله، بس في ذات الوقت ساب لك وصيه عامله زي الحجر كده اهو في زورك. طب هو له فلوس ووصيه وبتاع، انا ونسا شاهي مالنا؟ يعني جايين تذلونا؟ مش فاهم. ما هو سعاده الباشا الله يرحمه بقى ذاكر اسمكم انتوا الاثنين، لازم تكونوا موجودين في الوصيه. الله يرحمك يا بابا طارق. هو ذاكر اسمهم في الوصيه ليه؟ بقى تلاقيه بيشتمهم ولا حاجه، يكون ليه يعني؟ طب يلا كل واحد يقعد مكانه كده اهو، عاوزين نتفرج على الفيديو بتاعك. نهار اسود، الفيديو 6 دقايق ونص بتاعي اتسرب؟ ليه يا اخويا؟ هو كان ثانويه يا عم واتسربت؟ الفيديو بتاع الوصيه. اقعد اقعد انت يا شيخ، ما فيش فلوس خلاص. اتفرجوا شوفوا. ها جاهزين يا متر؟ ايوه جاهزين. انتوا يا اولاد لو بتشوفوني في الفيديو دلوقتي ده معناه ان انا خلاص. عشان كده انا هديلكم فرصه تقروا الفاتحه على روحي. انا متفاجئ بالمعلومات الجديده اللي بيقولها لنا بخصوص انه مات وكده يعني. مد ايدك كده، مد ايدك وتسبح كده وادعي لابوك ورا الفاتحه. افرد صوابعك، خلي كده الفاتحه تطلع سالكه. اسكت بقى، ما تسيبنا اقول الفاتحه الاخيره. امين امين. شوف يا ابو، انا سبت لك ثروه كبيره قوي، ثروه ما يحلمش بيها اي شاب في سنك. بس للاسف انا عارف انك ما عندكش اي احساس بالمسؤوليه وما عندكش دم. في شرط واحد لازم تحققه عشان تاخد الورث ده، من غيره مفيش ميراث، من غيره مفيش فلوس. طبعا انت هتتجنن دلوقتي عشان تعرف ايه هو الشرط ده. ابوس ايدك قول. يا ترى ايه الشرط يا بابا طارق؟ يا ترى ايه الشرط يا بابا طروقه؟ هقول لكم على الشرط حالا، ولكن بعد الاعلان. استنونا، ما تروحوش اي حته. ايه يا بابا ده؟ هشتكي هاو ابو عمالة بتحلاو. هشتكي هاو ابو عمالة بتحلاو. يعني ده كلام؟ ده كلام؟ الله يرحمه. ابوك الله يرحمه كان دوره قوي، ما كانش يفوت مناسبه اللي بينزل فيها اعلانات عشان تكتر مبيعات الشركه بتاعتنا يعني كده. استاذ صبحي معلش، مش ده اعلان جيرسي اللي هو بيست كناو بس هنا كلابي شويه ولا ايه؟ احنا غيرنا فيه حبتين عشان هم لما يرفعوا القضيه يخسروها، وده اللي حصل. بتحلاو. هشتكي هاو ابو عمالة بتحلاو. ابو دايما واكله الجو. من 35 سنة وأنا بأسس الشركة دي يا إبو، كان حلمي إن أبني مصنع ليا. وللأسف الأرض الوحيدة اللي كان ينفع أخدها وقتها كانت أرض مبني عليها ملجأ اسمه طلائع البراعم، فقلت أهد الملجأ. بصراحة ما كنتش بفكر غير في نفسي ساعتها زيك كده، وشردت لولاد الايتام دول.
الصورة اللي في ايدك دي يا ابو الايتام اللي انا شردتهم. لحد دلوقتي مش قادر اسامح نفسي على اللي عملته فيهم. هو ده الشرط يا ابو، تحاول تراضي الاولاد دول. طب ندور على الايتام دي ونعكمها بقرشين ومحدش بيقول فلوس لا يعني. من غير ما تديهم فلوس. مش كل المشاكل بتتحل بفلوس يا ابو. نيجي بقى لسمسم. سمسم انت كنت بمثابة ابن ليا طول عمرك، عشان كده انا ما نسيتكش يا ولد. انا فايت لك 1,000,000 جنيه. نعم 1,000,000 جنيه؟ والله والترابيزه اتقلبت عليك يا ابو. ابن الداده بقى اغنى منك. انا اسف، انا اسف. تضربني يا سمسم؟ لا انا ضربتك اوريدي واعتذرت، فخلاص يعني نبدا صفحه جديده. بس مش هتقدر تاخد ولا مليم لما ابو ينفذ وصيتي. عشان كده انت لازم تساعد ابو. انتوا اخوات. انا عارف يا ابو انك متضايق دلوقتي ان ابن الداده هيشاركك في الميراث. صاحب بطمنك، مش هو بس اللي هيشاركك في الميراث، في حد تاني هيشاركك في الميراث. يس. نو يا شاهي، مش انتي. طب يا ترى مين بقى اللي هيشارك ابو وابن الداده في الميراث؟ يا ترى مين يا بابا طارق؟ يا ترى مين يا طروقه؟ هنعرف بس بعد الاعلان. ادي النيله بقى. انا زهقت اعلانات بقى. طب ما نشوف الوصيه يوتيوب وخلاص. خالي وبابا وجد كيك ابو، ناس حريفة كيك ابو، قلت لهم على ابو كيك ابو، قالوا فانتاستيك. جوايز ابو كيك ما بتخلصش جوه ابو كيك، غسالات اوتوماتيك جوه ابو كيك، شقق تمليك جوه ابو كيك، امطار سيراميك. قضيه برضو؟ دي في الاستئناف بقالها 4 سنين. طب ما كنت شوف شغلك بدل ما انت قاعد بتصور فيديوهات للحاج. جرايه يالا، الله بلا شايف شغلي. خلاص بقى خلاص. هعمل ايه لو بغصب؟ خلاص بقى بتاعت ربنا. شوف يا ابو، انا كنت خايف بعد ما اموت تعيش وحيد، عشان كده عملت حسابي وسبت لك بطه. يعني سايب للحيوان ده 1,000,000 جنيه وسايب لي انا بطه؟ تعال يا بطه. ايه ده؟ هي دي بطه مدربه بينده لها تيجي؟ ولا مش فاهم. يا بابا شغل المراهقين اللي انت بتعمله ده انت رجلك في الامر دلوقتي. دي بطه. ايه ده؟ مش دي الممرضه اللي كانت عند ابويا؟ مراتي اتجوزتها وهتشاركك في الميراث يا ابو. اتجوزها امتى ده؟ اتجوزها ساعة ما كنت انت في الساحل بتبلبط في المية. بطة برضه مش هتورث ولا مليم إلا ما شرط يتنفذ. عشان كده بطة هتساعدكم انتوا الاتنين. وهنا بقى يجي دور شاهي. شاهي يا بنتي، انت عارفة أنا بثق فيكي قد إيه. عشان كده انت اللي هتبقي مشرفة على الشركة وعلى كل أملاكي لحد ما ابو يحقق الوصية. مفيش ورث هيروح لوريثي الشرعي بشكل شرعي إلا لما تتحقق الوصية. خدوا بالكم من بعض يا أولاد. انتوا مالكمش غير بعض. انتوا دلوقتي عيلة واحدة. يلا يا ابو حقق وصية أبوك. بمناسبة يلا يا ابو، أنا هسيبكم مع الإعلان ده. يلا يا ابو يلا يا ابو يلا يا ابو. انا مضطر اقفل عشان كل مره بتذاع فيها الاعلان ده بندفع احنا غرامه وربع مليون جنيه. ايه يا ابني؟ هتعمل ايه؟ انا مش هسكت على المسخره دي. دي فلوسي ومحدش هيشاركني فيها، وانتوا مجموعه نصابين. انا هطلب لكم البوليس. هو فين؟ ايه ده؟ انتوا جيتوا بالسرعه دي ازاي؟ انا ما اتصلتش اصلا. انت ابراهيم النويري شاهد بابو؟ ايوه. طب مطلوب القبض عليك بتهمه كتابه شيكات بدون رصيد للمدعوه بسنت كامل. يا رهرة البراك. هاتوه. في مع حضرتك اذن بالتفتيش من يلا يلا. ايه ده؟ طب اقدر اتحقق من كارنيه اثبات الشخصيه بتاع حضرتك؟ اتفضل. حاضر. سنة فيها الرهرات. يلا ده اتفضل. كده عاوز له محامي. هي عارفه اليتيم ده. يلا كل يتيم وانت طيبه. عارفاه؟ بس نلعب ما بقى. انت كريم يا رب. انا نزلت فولدر فيه 400 فيلم قديم ومش هفوت كلمه. بتبقى اصعبهم فيه فزلاطه في لا يا عارفه. شقبه المليم مساعده.
مسطوره يا بنت الناس. ابا لازم تلطش. ابا ايه ده؟ ايه؟ ابا انا عرفت. ايه؟ اليتيم عيل من العيال اللي هي بترمي كروت حضرموت في الاشارات. ايه يعني هو اي كارت يبقى حضرموت؟ ما ممكن يبقى حكم عشان كارت احمر. بس ده كارت ابيض السمسم. ممكن يبقى اي تي عشان كارت شاشه، ممكن يبقى بتاع اتصالات عشان كارت شحن. ابا ده كارت ارهاب كده. ابا 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 الماتيريال يمكن قصدها على الماتيريال. لا يا ابو، الكارت ده بدايه خيط. معناها ايه الجمله دي؟ لو خدت بالك في حد مسلك سنانه بطرف الكارت. يبقى لازم نوصل لاسنان الشخص ده في اسرع ما يمكن. رغم ان الموضوع يبان مقرف شويه، الا اننا لو عملنا تحليل دي ان ايه ورحنا المعمل الجنائي رفعنا البصمات وحرزنا الملابس الداخليه، يبقى هنوصل لليتيم يا دادا عارفه. ابا جدع ده سمسم. ابا سمسم انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. أبا. حد بيكلمك. ابا 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 اصل هتبقى مصيبه لو طلعت بالمباشره دي اللي هي إيه؟ ان اسم ده اللي موجود على الكارت هو ده اليتيم. ابا لا احنا شكلنا زباله. وقعدنا نتذاكى ونجيبها من الاخر. كل الفرضيات اللي ما هو اسم اليتيم. تستنصح. كارت هو ده اليتيم ببساطه كده. ممكن بقى نبقى مباشرين، نبقى عاديين بعد كده في حياتنا. كتر خيرك يا عارفه. ابا شكرا يا متربيه يا بنت الناس. ما كفايه بقى يا ابني ريتويت بقى، الناس اشتكت. انا برضو اللي ريتويت ولا انت اللي كل شويه بيب بيب بيب؟ بقول لك ايه، حاطط عليك حاطه بنت لذينه. انا لا خالص، انا عشان ما ورايا شغل بس مش فاضيلك الكلام ده. لا حول الله يا رب. ايه؟ انا ليه كل حاجه بتحصل لي مش طبيعيه؟ يعني ليه اجي الشركه يطلع اسمها ابو سلخه؟ انت يا ابني مش فاكر مرهم ابو سلخه؟ ايه مرهم ابو سلخه؟ يا ابني مرهم ابو سلخه اللي كانت ماما الله يرحمها بتدهنهولك. تدهنهولي فين؟ مش انت كان عندك التصاق اصل بص، مرهم ابو سلخه ده من اعراضه الجانبيه ان انت بتنسى شويه، فانت مش فاكر موضوع الالتصاق؟ انا ما عنديش، العمر ما كان عندي التصاق. اهو شوف بتنسى ازاي بقى، يبقى دهنت. مجنون يا ابني. يا حبيبي انت كنت بتموت فيه، ده ماما كانت تعملك بالمرهم من بعيد كده، كنت تروح جاريه ابو سلخه ابو سلخه ابو سلخه، تعمل كده. ده احنا كنا بنقول لك يا ابو سلخه. في رخيص بقى قوي ان انت تلدغ هنا عشان تبقى ابو سلخه، وبقى عيب انت اكبر من كده. وبعدين عمر ما جريت الجريه الهبله دي. ايه دي؟ ابو بذمتك انت مش فاكر؟ والله ما فاكر يا ابني، عشان دهنت كتير يا ابني انت، صدقني. طب فاكر الاعلان؟ اعلان ايه بقى؟ اعلان ابو سلخه. لا انا فاكر اعلان ابو شقره يا ابني. اعلان ابو سلخه ده كان بيجي كل شويه، انا لو وريتك الاعلان هتفتكر. بص اللي هو ايه، ابو سلخه يا مرهم بيداوي الجروح، ادهن بيه واتمرهم، ومعايا فين ما بروح وكانوا يقفوا صف كده مسنكين مع بعض يعملوا بروح. وانت كنت بتروح؟ انا مش فاكر بقى، انا جيت معاك ما اعرفش. اهو شوف عشان نسيت اهو، يبقى انت كنت بتدهن. كنت بدهن معاك. ايوه انا مبتلى والله العظيم، مبتلى. بص معايا كان كده بروح. ايه اللي انت ايه ده ده انا كنت هروح فعلا. تجحش يا ابني انت ما بتشوفش ايه ده؟ خد تعالى هنا يا عم انت. سمعت ابو سيدك لو سمعت، انا ما ينفعش اتاخر خالص، انا لازم امشي. احنا مالنا، احنا ما ينفعش نتاخر ولا بتاع. بس يا ابو سيبه خلاص، يمكن مراته بتولد ولا والده بين الحياه والموت ولا حاجه. حضرتك انا مديري جعان، مديري هياكلني انا مديري جعان. مديرك جعان تخبط ولاد الناس؟ معلش انا اسف. اخشى هنا بقاله فوق يجي 5 دقايق. اثبت يا استاذ معتز. طب خد يا كابتن، انت راكن العربيه ركنه غبيه جدا يا باشمهندس، دي كده تتسرق بالمنظر ده. اثبت يا استاذ معتز، اثبت. يا باشمهندس، الحق ان شاء الله، الحق. العربيه يا باشمهندس عربيتك بتتسرق. سيبه بقى السرقه بقى، تلاقي مراته بتولد ولا ابوه بين الحياه والموت. طب تعالى نشوف الراجل ده. السلام عليكم يا فرد الامن. السلام ورحمه الله وبركاته. كنا عايزين نوصل للموظف اللي هو اسمه هنا. الموظف ده استاذ معتز، ده اللي لسه داخل قدامكم دلوقتي. لسه داخل؟ هوبا ده؟ هو طب يلا بقى نروح. صباح الخير يا مستر ايمن. صباح الخير. قول مساء الخير يا استاذ.
الساعة عدت 9:05. يا فندم يعني هم 5 دقايق بس تاخير، وحضرتك الشركه يعني بكلك نظر يعني لسه فاضيه. بعدين يا فندم انا مطبق من امبارح يا فندم، وبقالي ساعه بجيب الفطار يا فندم، الفطار بتاع حضرتك. ساعة علشان تجيب لي شوية فول من على العربية؟ معلش يا فندم، اصل العربيه في مدينه نصر، وحضرتك برضو يا فندم احنا شغلنا في الشيخ زايد يعني، فيا دوب يعني. يا معتز انت هتقول لي اكل منين وما اكلش منين؟ مفيش تجاوز. العفو يا فندم، العفو ما اقصدش يا فندم والله. بعدين ده فول حلو بيعجبني. لا اتفضل. دي تقارير المبيعات بتاعت امبارح. تمام. ودي تقارير المبيعات بتاعت النهارده. ودي بتاعت بكره لو حضرتك حابب كمان. تقارير. اتفضل يا فندم. ودي بقى الهوم ورك بتاع الولاد. الهوم ورك. تمام. عملت لي ايه في موضوع الخط؟ مس نرمين كانت هتقفشهم المره اللي فاتت. انساني مستر نرمين دي خالص يا باشا. هوم ورك بتاع ياسين حليته بايدي الشمال. هوم ورك بقى بتاع تقى حليته برجلي اليمين. مس نرمين باي باي، انساها يا استاذ ايمن. برجلك؟ طيب مش مهم. مش ناسي حاجه يا معتز؟ ناسي ايه؟ ناسي ايه يا فندم؟ سريلانكا 1826. فلاح بسيط قاعد وسط الزراعة تحت شجرة بيفكر في مراته، في ولاده، في مصاريف البيت. المهم معاه كوباية مية سخنة. كيف؟ زوره وجعه، عامل دايت. يشاء القدير إن ورقة شاي تطير من شجرتها وتقع في كوباية الفلاح السريلانكي، فيكتشف هذا الفلاح السريلانكي مشروب الشاي. يا معتز، أنا أسأل مين عن الشاي بتاعي اللي اتأخر؟ الفلاح السريلانكي ولا أنت يا معتز؟ انا يا فندم، انا الفلاح السريلانكي الجميل الاصيل الاسمراني الواثق اهو السريلانكي اهو يا فندم، السريلانكي. هعمل لك الشاي يا فندم. معتز، وما تنساش الجردل. جردل. لطيف معتز. يا معتز يا حبيبي، ما هو انت اللي غلطان. يعني ايه تغسل له عربيته وتذاكر لاولاده وتعمل له شاي وتعمل له مساج؟ ايه قله القيمه دي؟ هو انت خدامه؟ شوف كل ده ويا ريته بيقدر. مش معقول يعني، مفيش انسان يعمل في نفسه كده. اتفضل ايه الكابتشينو اللي انت طلبته. ثانيه واحده، امسح لك ايدك بالوايبس بس عشان انت كنت ساند على تراب. ايوه. ايه يا ابني القرف ده؟ ايه؟ انا طالب كابتشينو، جايب لي لاتيه؟ بس جايب لك وايبس يعني. انا ما اقدرش اعتمد عليك ابدا ابدا. الخباوه دي. وانت يا عم معتز اخلص بقى يا عم، ادينا حكينا لك الحكايه كلها. اخلص الله لا يسيئك بقى، الشمس كلت وشي. قول لنا طلبك بس. يبقى هو ده وقته نحط ابو سلخه كلنا. كلت ايه في وشك؟ وريني. دلوقتي طبعا ابو سلخه، لكن من شويه ما كنت تتكلم عني وانا صغير ده ابو سلخه يا ابني، عشان شكلك لما كنا بنشوفك بنقول لك يا ابو سلخه. ساكت بقى. وريني كلت ايه في وشك الشمس. وريني. انت غبي للدرجه دي؟ معقول مش قادر تفرق ما بين فخدي ووشي؟ مش ده مرهم تسلخات؟ لا، تسلخات ده كان زمان. بص انا هحكي لك. شايف الراجل اللي على اللوجو ده اللي بطربوش ده اللي ماشي عامل كده ده؟ انت شايفه ده؟ الحاج ابو سلخه الاصلي الله يرحمه، كان عطار في الفيوم، كان عنده التصاق فخدين. انت عارف الالتصاق، مش محتاج اشرح لك. عمل المرهم ده عشان يمشي بيه حاله. بعد شويه ربنا فتح عليه وعمل الاعلان بتاع بروح. فاكر دي؟ بقى المرهم ده من ساعتها بيشتغل لجميع الاغراض. يعالج الغباوه. ما جربتش بقى تسلخات الغباوه دي ليها مرهم ولا؟ وعلى فكره بقى مستر ابراهيم، المرهم ده هايل جدا في ازاله اثار الجروح، ازاله الحروق، علاج العضلات. ممتاز 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 في البرد والرشح. ايوه يا ابني، انت لو الشمس جت عليك تدهن من ده، تاخد تان تغمق، فاهم؟ بيخش في تتبيله الكفته. ممتاز. يعالج مشاكل السمكره بتاعه العربيات، الهالات السوداء، البثور السوداء، الجيوب الانفيه، كل الحاجات. عارف، من اليمين للشمال يغمق البشره، من الشمال لليمين يعمل تفتيح للبشره. شفت الصياعه؟ ما بيحققش امنيات ايتام. عشان بقى نخلص من الوصيه دي. انت يا عم انت اخلص يا عم وقول لنا طلبك بقى. انا عايز مدير يرضى عني. هو ده طلبك؟ بسيطه. اللهم اني داع فاستجب. يا رب يا رب مدير معتز
امك اسمها ايه؟ معتزه. يا رب مدير معتز ابن معتزه يرضى عنه، قادر يا كريم يا رب. خلاص ان شاء الله يرضى عنه. يا حبيبي انت بتعشمه في ايه؟ ما ينفعش. مفيش مدير بيرضى عن موظف، دي سنه كونيه كده، قاعده علميه، بالظبط زي ما البورس بيجيب الفقر للبيت، مفيش مدير بيرضى عن موظف. طب ثانيه واحده بقى، ممكن سؤال؟ لما البورس بيجيب الفقر للبيت، اللي بيمشي الفقر ده بقى ان احنا ندهن طبعا مرهم بقى ابو سلخ. تدهن ابو سلخ على البيت، الفقر يجي له تسلخات، يقوم البورس ماشي من ركز بقى. اقعد بقى. انا عندي فكره تخلي مديرك يرضى عنك. ساسو. انت مسمي الحل ساسو؟ انا مسميه ساسو. ربنا يخليه. انت بتسمي حلولك غالبا بتقعد بالليل كده. بقى احكي لك انا في العربيه. ماشي. معتز، انت في ايدين امينه، عايزك ما تخافش، عايزك ما تقلقش، عايزك تهتم بالجنود. يلا شد حيلك ونتقن شغلنا بقى. يلا فهمني بقى. بص يا سيدي، ايه ساسو دي؟ ساسو دي صاحبة روان. معلومات خطيرة، أنا كده القضية كلها ابتدت تتكشف قدامي. طب وروان دي هتفيدنا في إيه؟ في إن معتز مديري ويحبه، روان دي ماسكة زلة على المدير؟ يعني ماسكة له سكرين شوتس؟ لا بتاعت شقق. بنت شمال يعني من اللي أنت بتعرفه. يا ابني شمال إيه؟ بتاعت شقق، عقارات، سمسارة. ساسو يعني سمسارة. أيوه صح، ساسو يعني سمسارة بالإنجليزي. اللي أنا خدتها لها I like to be a ساسو like my father، فدي سمسارة أنا فاكرها. ساسو يعني سمسارة. فازر يعني إيه بقى؟ صاحبتها، اسم واحدة صاحبتها. معرفش، دي فكرتك بقى، أنت اللي عارف ساسو، أنا معرفهاش. يا حبيبي السمسارة دي مش ساسو، السمسارة دي روان. وبعدين؟ ساسو دي بنت تنكة قوي، ما عارف البنات اللي هي بقى بروحهم هنا دي. والواد بغدادي ده صاحبي. حلو. وهو كان عايز يصاحبها والبت تقلانه عليه ومش مديله ريق، فانا قررت ان انا اساعد بغدادي. عشان انت بتعز بغدادي، ده ابن حلال. بغدادي ده واطي وما يتقلعش من رجلي اصلا. عسل. هي الفكره كلها ان انا كنت عايز اظبط بغدادي مع ساسو. ايوه. علشان اصاحب انا روان صاحبه بغدادي. خطه في منتهى الذكاء. فانا عملت ايه بقى؟ رحت جايب الواد بغدادي زرعه وسط 2 فشله. فالبت ساسو لما بصت لقت اللي حواليه فشله، بقى هو بالنسبه لها الواد المطقطق حبيته بقى، وقعت فيه. يا ابن الايه، طب ليه لفيت اللف؟ ليه جايبها من المقله يعني؟ صح، قول لي ان انا وانت هنشتغل في الشركه مع معتز، نعمل موظفين فشله، يقوم المدير يشوفه هو شاطر وجامد، يقوم يحبه ويرضى عنه. سهله. لا هو انا كان قصدي ان احنا نجيب بغدادي ده عشان انا مشايله جميله، نخليه يرزع المدير علقه موت، فالمدير يحب معتز. لكن الفكره اللي انت بتقولها دي احلى، تصدق؟ تعالى نعمل كده. متشكرين يا ريس. عدي. متشكرين يا ريس، متشكرين، الله يوسع عليك. ابو سلخة يا مرهم بيداوي الجروح، ومعايا بيبة مرهم، ومعايا فين ما بروح. ايه ده يا سمسم؟ انت بتحط ابو سلخة على شعرك؟ ايوه يا ابني، ما هو مصفف للشعر. بس خد بالك، هو برضه مزيل للشعر. يعني انا احطه انا وحظي بقى ولا ايه؟ مش يعني احطه حسب النيه؟ لا يا حبيبي، حسب الاتجاه. يعني هو بيشوف انت فين اتجاهك، دي اتجاهك رايح فين، وبيديك على اتجاهك. ايه يديني على اتجاهي دي؟ لا ابو، ما تخليش اديك على اتجاهك بقى، تعدل. ما انا مش فاهم. عملت ايه في الانترفيو؟ جهزت الحاجات؟ ايه عملت ايه في الانترفيو؟ ايه يا ابني، مش معتز قال لك على حاجات علشان تجهزها للانترفيو؟ قعد يقول لي على حاجه. يا عم ده قال لي على حاجه لازم تبقى معايا، دي انا مش عارفها دي. ايه؟ فلوس؟ لا حاجه ايه اولها اس كده. إيه؟ سلامتك. اروح للانترفيو بسلامتك. هم العايز ده، ما قال لك تاخد ايه بالاس؟ مش عارف، ما انا مش فاكر، ما انا فاكرها هقول لك ايه. ايوه سي في. ايه بقى السي في ده بقى؟ ده اختصار سي فود، الابريشيشن بتاعها. ابريشيشن؟ ابو انت ما عندكش سي في؟ لا الحمد والشكر لله والله العظيم تمام. انا اخر تشيك اب بكل التحاليل ما طلعش فيها سي في. عملت تحاليل؟ مفيش. طب عملت ابريشيشن اللي انت قلتها دي؟ الابريشيشن دي عملتها؟ لا الصبح عامل الابريشيشن واتشطفت ولبست. طب يلا يخليك امشي قدامي. عارفين عشان الابريشيشن؟ طبعا، لا ما تلمسنيش. يلا اتفضل. يلا امشي بقى، اشرح لك السي في. يا على قرفك والله يا ابو سلخه وفي خلقتك. ايه بقى؟ ايه حكايه السي في ده بقى؟ قول لي. بص يا سيدي. لا ما تقولش. انتوا بتستخدم ابو سلخه كورنيش برضو؟ ايوه يا ابني، ده فظيع بيدي. انت مش شايف دماغي عامله ازاي؟ لمعه. انت ليه بتتعامل مع دماغك انها بانس؟ دماغي المظات يا ابني بتلمع. اسمع بس،
السي في ده مش مجرد ورقه انت لا انا مش هينفع اركز وانت بتعمل لي دي. ركز معايا. مش هقدر والله. انا دي مش مجرد ورق بتقدم بيها في الشغل، ده بتفتح بيه نفس الزبون، كانك انت مطعم والسي في ده هو المنيو. فهمت؟ اعمل ايه بقى؟ انا برضو اعمل ايه؟ ما انا مش فاهم. يا خلاص بقى كفايه. اكتب اسمك اللي هو ابراهيم النويري. انا هغششك اسمك يا ابو، الاسم والتليفون والعنوان والسن. ليه 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 كل الحاجات دي؟ تهيألي انا سمسم المعلومات دي شخصيه جدا، مش من حق حد انه يعرف. اي حد يعرف كده انا ساكن فين وعنوان. ليه؟ انا اسف تدخلت في خصوصياتك شويه. ما دي موضوع تليفوني، ادي تليفون كده انت اهبل ولا ايه؟ ما دي مشكله العيال الخام. قال لي ادي تليفوني كده من اول مقابله. اتقل صح. اتقل والتليفون في الاخر. يا حبيبي واحنا رايحين نشقط، احنا رايحين نشتغل. اكتب تليفونك. حاضر. واكتب الشهاده. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ابو انا حبيبي اطمنت عليك، انت راجل مؤمن وقلبك زي الفل. اكتب المؤهل. اكتب المؤهل، الشهاده. طب ايه انا مؤهلي ايه؟ معلش انا اسف. اكتب اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه امريكيه 2005. 2005 ده بيبقى الجزء الحقيقي في السي في. بعد كده بقى بنقول اي نخع، اهبد، ارزع اي حاجه بقى، احلامك، طموحاتك، حاجات عملتها، سفريات، هاكس. طب انا بحب الافلام الاجنبي اللي هي المترجمه. اكتب ان انا اجيد تجيد اللغه الانجليزيه. اجيد اللغه الانجليزيه بترجمه بدون ترجمه، بطلاقه. وهكتب انيس عبيد بترجمه انيس عبيد. ماشي تكتب بس يعني اكتب طلاقه بترجمه. تمام. بحبها قوي يعني. بتحب الافلام الاجنبيه اكيد؟ يا ابني انا كلب افلام اجنبي. هو انت ليه اي حاجه بتحبها تبقى كلب الحاجه دي يعني؟ عشان هو الواحد لما بيحب حاجه بيبقى كلبها عادي. مش حاسس انها مهينه شويه ولا فيها اي حاجه؟ ما انت كلب ابو سلخ عادي. صح. عادي مفيش حاجه. اقول لهم ان انا بحب البنات. اكتب سحر. ما هو ممكن يفتكروا السي في بتاع سحر. معلش اكتب سحر. لو ما بتغيرش عليها اكتبها. اكتب سحر في السي في. ايه يا ابو بنات؟ ايه اللي تكتبه في السي في؟ تكتب في السي في انت بتحب بنات. بقول لك انا صوتي حلو. اكتب ان انا صوتي حلو. تنفع دي. اكتب صوتي حلو. حلوه دي. بص هو انا مش صوتي حلو، هو انا ودني موسيقيه وصوتي عادي. اكتب ودني حلوه. اكتب ماما حلوه. لا 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 بلاش قله ادب يا ابن الداده. يا ابن الداده. لا يا جماعه بقى، لا يا جماعه بقى، ما تقوليش ان ابو سلخه بيستخدم كمايونيز برضه. لا 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 سيبك منه طبعا، ده بيهبل، دي افوره. احنا بنطر بيه الفينو قبل ما يخش الفرن بس. تعملوا ايه؟ نعمل ايه بس؟ انت اللي ده ابو سلخه. طب ما تحفش منه بقى عشان احنا طالبين بتايز عشان يقضي. ابو سلخه. فرصه سعيده يا فندم. متشكر جدا واتمنى اكون عند حسن ظن حضرتك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل. تعالى يا ابراهيم. حالا. اتاخرت كده ليه يعني؟ ايه يا ابني؟ الموظف لما يطول في الانترفيو معناه ان الموظف كفء، زي المسقعه كده لما تقعد تحلو. المسقعه لو عملت انترفيو بتبقى طب يعني ايه؟ قلق ولا الدنيا تمام ولا ايه؟ انت مالك قلقان كده ليه؟ خش اعمل زي ما قلت لك، اجمد كده. مش كفايه منظرك واللبس اللي انت جايبه؟ ايه المنظر ده؟ ما انت كريم يا رب. اتفضل اجمد. يا رب يا ساتر. شكرا يا فندم جدا جدا. اتمنى اكون عند سوء ظن حضرتك باذن الله. انت قدها وتستاهلها ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. سلام. ايه يا ابني؟ انت ما خدتش ثانيتين. ايه اللي حصل؟ عيب عليك يالا. هو كل ما الانترفيو كان قصير كل ما كان دليل على زي بالظبط كده الفاصوليا، ما ينفعش تسيبها على النار كتير عشان ما تتهريش يعني. قال لك ايه يعني؟ طب في الاخر مش عارف يعني. انا اول ما قعدت لقيت الراجل بص في السي في كده وقال لي خلاص انا هتشتغل معانا في حاجه اسمها ايه؟ حاجه كوز. طب كويس، ده البوفيه. لا ده حلو ده. لا ما لو كده كان قال لي بوفيه. كوز سنتر. كول سنتر؟ كول سنتر يا ابن اللعيبه، هي دي. قال لك كول سنتر؟ وحشه يا حبيبي يا ابو. هتوحشني قوي. في ايه يا ابني؟ الكول سنتر ده بتقعد تاخد مكالمات وترد على استفسارات وتطلب اوردرات. لا يا راجل، لا ماليش انا في الجو ده، ما انت عارفني انا ما بردش على التليفون اصلا. طب بقول لك ايه، ما تيجي نبدل يعني، روح انت مكاني اليمامه سنتر وانا هاخد مكانك. انت وريني جالك لا لا يا ابو، انا اشتغلت في الكول سنتر بعد ما اتخرجت من الكليه على طول. مستحيل ارجع احط سماعه الذل دي على وداني مره تانية. الكول سنتر ده المكان اللي بتسافر فيه احلام الشباب علشان خاطر تموت هناك. الصخره اللي بيتحطم عليها الطموح، بالذات الشفت المسائي
والدنيا برد، والناس كلها هتكلمك يبقوا لطاف معاك في الاول عشان ياخدوا منك اللي هم عايزينه وبعدين يرموك ويقفلوا السكه في وشك. في الكول سنتر عمرك ما تعرف تقتل الوقت، لكن الوقت هو اللي بيقتلك. انا مش هروح المكان ده يا ابو، لا. في تكييف هناك؟ طيب انت مش فاهم، انا بتكلم عن ايه اصلا. لو مين فيكم ابراهيم؟ لا ابراهيم النويري اهو. خدوها على الكول سنتر. لا يا ابو، ما تسيبنيش يا ابو، مش هتاخدوني حي. لا ابو، ابوس ايدك يا ابو. ابراهيم ما تسيبنيش اقول للناس دقيقه واحده راجع البيانات، ما تسيبنيش اقول للناس اقفل الجهاز وشغله تاني، ما تسيبنيش اخلي الناس على الانتظار. انا لو وقعتوا كلكم هتقعوا معايا، كلكم هتقعوا معايا. لا يا ابو، ما تسيبنيش يا ابو، ما تسيبنيش. كول سنتر لا. انا هوكلك حد من الاتش ار، مش هسيبك يا صاحبي. هم واخدين سمسم على فين؟ واخدينه على فين؟ كول سنتر. لا اله الا بالله. سمسم بتاعنا؟ سمسم كان واقف يضحك يهزر. كان لسه واقف معانا. أيوة. حبيبي. أيوة. يا حبيبي. هو من صغره حبيبي، عينيه مغربه وابن كول سنتر. طب يعني كلمتوا حد من اهله؟ ده ابن الداده يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. هو الكول سنتر كده ما يخطفش غير الشباب. شد حيلك. قول لي بس انت جالك ايه؟ مش عارف والله. انا جالي حاجه تيم ليدر. تيم ايه؟ ليدر يا باشا، دي الترقيه اللي مستر ايمن وعدنا انا بيها. طب وايه المشكله؟ لا مفيش مشكله خالص والله. انا بقالي 3 سنين فلاح سريلانكي جميل اصيل كده، بغسل له عربيته، بعمل الواجب بتاع عياله. ايه المشكله ايه؟ اهدى كده يا باشا. انا ما بروحش وابني فاكر ان انا مغترب في الكويت بقالي 3 سنين، يروح جايب لي مديرين فوقيه. هي ناقصه مديرين؟ يعني انا دلوقتي المدير بتاعك؟ يا سيدي المدير بتاعي. في حد يتكلم مع المدير بتاعه كده؟ سوري، حضرتك مديري صح؟ فاهم يعني. خافش يالا ميز ولا تقلقان ولا ايه؟ تقلقش خالص، انا مدير طيب مش زي ايمن. بعدين انت ناس اتفقنا ولا ايه؟ يعني حضرتك مش نوتي زي عم ايمن؟ لا طبعا. هتظبطني ها؟ عيب عليك بقى. بس الحاجه المهمه بقى دلوقتي، مزارع اثيوبي سنه 1406 قاعد بيلعب بعصايه في التراب حوالين الاغنام بتاعته، فجاه لقى الاغنام بتاعته نشيطه، نشاطها زاد، مهيبره. القهوه عايزها بوش ولا من غير وش؟ بوش. من البن بتاعك؟ البن بتاعي بسرعه يا ميزو، بسرعه. حضرتك ده حصل تغيير في الاوراق ده كده، ده تزوير كده. يبقى انا ماليش ذنب، والله ما ليا ذنب. انا ماليش ذنب. تعالى اقعد. حاضر يا فندم. اهو انا المدير بتاعك هنا. واضح. ودي السماعه بتاعتك، وده الكتافست بتاعك. كتافست؟ اسمع كويس، مهما العميل ضايقك او نرفزك اوعى تاخد الكتافست على المعده فاضيه. حاضر يا فندم. والله يا فندم انا مؤدب جدا وابن ناس. انا جيت الكول سنتر ده ظلم. مش عايز اسمع صوتك، اشتغل من غير صوت. اشتغل من غير صوت ازاي؟ مش ده كول سنتر؟ انا مش هرد على ناس وكده، ولا انا هعمل حاجات منتال بدماغي، ولا هعمل ايه؟ وانت فاهم بقى في الشغلانه ولا حابب تستفسر عن حاجه؟ انا كان عندي استفسار عشان بس اشتغل مظبوط يعني. دلوقتي ده كول سنتر بتاع شركه بتصنع مرهم. الناس اللي بتتصل دي بتسال عن ايه؟ يعني بيسالوا عن الراوتر برضه؟ ده استفسار كويس جدا. لحظه واحده معايا يا فندم. أنا آسف جدا يا فندم إني اتأخرت على حضرتك. لا ولا يهمك. استفسار حضرتك كان بخصوص إيه؟ كان بخصوص الناس لما بتتصل كمرهم وتسلخات يعني. إيه المواضيع اللي بيسألوا فيها عموما؟ ده استفسار كويس جدا. لحظة واحدة يا فندم. أنا آسف جدا يا فندم، اتأخرت على حضرتك. لا أبدا. استفسار حضرتك كان بخصوص إيه؟ لا مفيش استفسار ولا حاجة. أنا فهمت الشغلانة كده. وصلت. ألو؟ على مهلك يا فنانة، على مهلك لا يحصل التواء في الكحل لا قدر الله. والله احنا ما قده، ده انا اموت فيها. ايه يا جدعان ده؟ يا شجرة الدر كانت بالحلاوة دي، والله العظيم بنزيف التاريخ. تكسفنيش بقى. يا جماعة حد ينده مدير التصوير، والله ما محتاجين ننور المشهد. احنا معانا بدر منور. انا مبسوطة قوي ان انا بعمل دور زي ده.
حلو اللبس الملوكي ده عليا؟ حلو بس ده احنا يا ريتنا كنا فضلنا مماليك. عارفه انا لو امي كانت خيرتني تحب تعيش في انهي عصر كنت اقول لها المملوكي يا ماما. يا ماما. طب عن اذنك بقى عشان راجع المشهد. ليه انت اللي ذاكر راجع مشهد ليه؟ طيب انت قولي اي كلام من بقك واحنا نركب السيناريو عليه. يا ابجديات الجمال. ايه يا سمسم؟ سعيد ماله ما جاش ضربني ليه وانا بعاكس ساره؟ يا ابني انا كان فاضل لي 3 دقايق وتجيبونا من محكمه الاسره بنتطلق. هو حصل مشكله صغيره، انا نسيت اقول له على الخطه، بس هو واخد باله من نفسه دلوقتي وواخد الامور بسلاسه. ربنا ينتقم منك يا بعيد، ده انا لو ساند على جيلي ما كانش وقعني زيك. تلاقي سعيد طبعا دلوقتي اتضايق ان انا بعاكس ساره ومش هيمضي. ايه يا ابو انت لسه ما منطتوش على الفيلم لغايه دلوقتي؟ فيلم ايه يا ابني؟ الوصيه. الوصيه، انا اسف. هو في فيلم اسمه الوصيه؟ تعال سمسم بالراحه بقى عشان انت لسه فاكك السلك. ودوني على اوضتي. هاي يا ابو انت فين يا ابني؟ انا وصلت المسرح. ما مش محتاجه ذكاء يا سمسم، هو الواد لوحده مش طايقني وانا لو جيت هشعل الدنيا اكتر. المهم انت فهمت هتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اكيد هلم مصيبه من وراك. لا انت هتطيب خاطر سعيد، تمام؟ وهتجيبه على هنا على البيت تفهمه ان شاهي المنتجه عازماه على العشاء. هي شاهي جايه؟ هي مش عندها عيد ميلاد؟ يا ابني انا خليت منى تكلمها تفهمها ان انا عملت مصيبه وقلت لها لازم تيجي فورا. المهم انت خلص وتعالى. يا واد على الدقه والخطط. ماشي يا اخويا، سلام. طول عمري بحب شعر سلامة، ليها في تليفوني شوار ياما، فساتين ألوان وبيجامة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سعيد قوم حبيبي قوم. ياه برضو؟ قوم على مهلك بالراحه. شمشم يا ساتر، الهوا جامد ولا ايه؟ بس انا كنت بحلم اني في بروفا اطلع برا شمشم، اطلع برا عشان عايز احفظ. اطلع برا. تحفظ ايه يا حبيبي؟ هتنسى ايه؟ هتنسى تعمل دي مثلا ولا هتنسى تنبت؟ بص يا سعيد، ما تزعلش من ابو، هو ما كانش قصده يعاكس ساره سلامه، هو بس يعني كان بيعمل نمره كده علشان خاطر انت تروح تضربه وتبقى حمش ونسهل الموضوع، فاهم؟ يعني ده كان ملعوب؟ ملعوب؟ مش قديمه ملعوب دي، لا دي كانت خدعه كنا احنا عاملينها علشان خاطر نسهل. يلا تعالى معايا يلا. طب يلا بقى عشان ساره وحشتني قوي. هتروح كده بالمنظر ده؟ طب مش هنلمع الورقه طيب، او تحط السمرتين كده تحت باطك او اي حاجه؟ صدق عندك حق. انا هروح البس البوكيه واجي معاك. لا تعالى كده احسن. تعالى. سعيد ازيك يا سعيد؟ الف 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 مبروك على الفيلم. شفت؟ مش قلتلك انت نجم كبير مدفون تحت الشجره دي؟ محدش بس عرف ينفض التراب اللي على اغصانك. ميرسي يا ناديه، ربنا يخليكي. عملت ايه في الوقفه الاحتجاجيه؟ فضلت واقفه في الشمس لحد ما اتشققت. سايس شافني لابسه طوبه راح اداني 5 جنيه ووقفني يحجز بيا الركنات. سعيد انت لازم تيجي معايا المره الجايه، والله الوقفه من غيرك ملهاش اي طعم. تبقوا تروحوا بقى تلبسوا اقماع مرور وتقفوا وتسترزقوا كل. يلا يا جماعه عندنا وقفه تانية هناك. يلا يا سعيد، يلا حبيبي. سعيد خلي بالك على نفسك، ما تنساش ترش ميه انا اعرف بقى مع شمس. ماشي ماشي. باي. شمشم. اموري حضرتك؟ في ايه يا دنيس؟ شاهي، اتفضلي.
يا عرابي ايه؟ كلام ما وصلش ازاي؟ لا اوعى اوعى تفتش، ما ينفعش تفتش، اوعى. هو انت ايه؟ ما بيجيش من وراك غير وجع القلب؟ جايب لي من العيد ميلاد على ملا وشي ليه؟ افهم ليه؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ هو في ايه؟ انا سامع صوت شاهي بس شايف اللهم صل على النبي، اللهم زيد وبارك، يعني ايه ده؟ طب ما انا شاهي. شاهي مين؟ شيطان. بلاش شاهي طب ولما في شاهي كده، شاهي التانية دي ليه اصلا موجودة؟ يا دي النور يا دي النور. اتفضل يا استاذ سعيد. اهلا وسهلا. معلش الفيلا بقى متواضعه. يا شوف سبحان الله، ها ابو واقف اهو معاه اجانب. ابو سعيد اهو يا سيدي علشان خاطر تعتذر له بقى ونظبط الدنيا. اتفضل يا سعيد اتفضل. ازيك يا ابو؟ ده اسلوب استفزازي وانا لا اسمع. انا اسف انا الظاهر جيت في وقت مش مناسب. Hi, welcome to our country. If you need some ملوخية. هو انتوا جايين تهزروا انتوا الاثنين بقى؟ ايه ده؟ دي بتتكلم زينا. سمسم هو انت شايف اللي انا شايفه ولا دي تهلوسات؟ ايه التهلوسات دي؟ دي ما بين التسلخات والتهيؤات ولا ايه دي؟ مين دي؟ انا ما اعرفش. انا دخلت لقيتكم كده. انت هتلبسني تهمه؟ بقول لكم ايه؟ انتوا الظاهر عليكم فاضيين انتوا الاثنين. انا متحركه الساعه 6 ودلوقتي الساعه 9، يعني بقالي 6 ساعات في الطريق. دي شاهي يا معلم. خلاص انت هتجنني واضحه. ما يغركش المنظر. منظر ايه؟ ايه لا عشان هي حلوه يعني؟ لا عاديه جدا على فكره، اقل من العادي كمان. لكن فاكره انها ايه ده؟ ايه ده؟ ده احنا هنسيب بقى الحاجات الكبيره اللي هي الوصيه ونمسك بقى في ها؟ لا ده في يتيم، في سعيده. انا هروح اشوفه ولا اسود. سعيد ابو سعيد انت رميته في الحمام هنا حبيبي. ايوه سعيد اليتيم هو. ايوه طبعا. ايه ده حبيبي؟ انت بتعمل ايه؟ عشان الفتره الجايه هنسكن يعني ادوار في بيطلع اصوات غريبه جدا. ده انا غالبا كده على اوضتي بقى. انا على اوضتي. نفسي اعرف انا جيت ليه. فما تزعلش مني يا سعيد، والله العظيم ما كنت قاصد ان انا اعكسك. افهم كده انها مش عاجباك؟ عجباني يا ابني طبعا. هو انا اهبل يا ابني؟ يعني انا ما انكرش ان انا فكرت 1000 مره احلق لك واحلق للوصيه ذات نفسها. الدرجه دي؟ والله العظيم 3 الفنان احمد سلامه يستاهل عليها اوسكار. تافه قوي. طيب لو سمحت ممكن ندخل بقى في الموضوع ونخلص وتقولوا لي هي هتحبني ازاي؟ حلو قوي. انا بقى عايز نخش في الموضوع بسرعه، بغض النظر ان انا مش شايف اي اماره للتناكه دي، بس انا مزنوق لك فهسكت. تمام. دلوقتي شاهي مشكوره انا جايبها من اخر الدنيا علشان تقف. علشان ايه بقى؟ علشان ايه؟ حبيبتي ما انا بقى ما انا بقول اهو، جايبينها من اخر الدنيا عشان هي عايزه تساعدنا وتقف جنبنا. فانت مشكوره. بكره كده ان شاء الله اول ما ساره تيجي تبداي تعطفي وتلطفي وتلعبي له كده. مين دي اللي تعطف وتلطف؟ انت عبيط؟ انا بنت ناس على فكره. ثانيه واحده، ساره هتغير من دي؟ شايف خليت فصلت المجتمع تتكلم عني ازاي؟ لا معلش يا سعيد بقى، مالكش دعوه بشاهي بعد اذنك. بص يا سعيد، اكبر خدعه خدعها الشيطان للراجل انه اقنعه انه ممكن يفهم واحده ست، لان هي الست نفسها مش فاهمه نفسها. يعني الراجل مين بقى اللي هيفهمها؟ فالمنهج الصح ان انت تتعامل مع تصرفات الست. يعني عارف لما ايه؟ عارف لما تطلب كومبو يجي لك مثلا حاجات ما بتحبش البطاطس، مش هتاكلها بس بتاخد الباكج على بعضها، هي كده. فانت هتستريح وتريح. وبما ان احنا معانا واحده ست اهي فرضا، يا طبعا مش زي ساره، هنفترض يعني مجازا انثى، هي قادره انها تشرح لك ايه اللي بيجذب الست للراجل، يعني ايه الحاجات اللي انت عملتها هي تتشد لك. اتفضل. اول حاجه يكون مسؤول اهو. راجل يعني مسؤوليه، مش بقى بتاع بنات ويلف وكل يوم نجيبه من حجز ويدفعوا له كفاله. راجل مسؤوليه. ايه كمان؟ ويكون لسانه حلو مش مقرف. اهو ليه بقى
هو انا لساني مش حلو في ايه يا شاه؟ مين قال ان انا بتكلم عنك؟ انا بتكلم في المجمل. مفيش يا بنتي حاجه اسمها في المجمل، اسمها في المطلق. هو اي جهل وخلاص؟ يبقى كده لازم يكون مسؤول، لازم يكون لسانه. لا هو انا بجد عايز افهم هو انا لساني مش حلو في ايه؟ وانا ايش عرفني؟ كنت دكتوره انف واذن وحنجره عشان اعرف؟ روح اكشف على نفسك وافهم. لا بص، مبدئيا موضوع لسانه حلو دي انا مفيش احلى من لساني. ماشي، يبقى كده مسؤول ولسانه حلو. في حاجه تاني؟ طبعا، وما يكونش تافه وما يكونش جاهل وما يكونش خلاص اسكتي خلاص، اسكتي مش عايزين نعرف منك حاجه. انت ايه ده؟ انت ايه بومه؟ طب بص يا سعيد، الشعب المصري شعب بيحب المزيكا، ودنه موسيقيه جدا، وبالذات البنات. تلاقي قاعدين كده جنب الكاسيت كده بيسمعوا ده. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد مدرسه الاغاني في التعليق. يعني عايز تعلق واحده خش يلا مدرسه الاغاني. فاللي هتعمله كالاتي، ان انت هتخلي ساره قدامك وتبدا تقول لها كلام الاغاني على انه على لسانك انت، مش ان هو بتاع اغنيه. يعني مثلا ايه، تعالوا نقوم كده. بص انت هتعملي ساره سلامه وانا هعمل سعيد، ماشي؟ ركز بقى سعيد، لان الاداء والكلام ده مهم جدا في الحاجات اللي زي دي. هنطبق بقى اللي قلته لك ده، نقول كلام الاغنيه كانه كلام عادي انت اللي بتقوله لها، مش كاغنيه. تفرق كتير قوي، ماشي؟ فتقوم جاي جنبها مثلا: انا بحسد الكحل اللي كح الرموش، واحمر شفايف اللي زي الشفايف، انا بحسد الليل اللي شهر عيوني، واحسد عيوني لما كون يا حبيبتي خايف. ما هو انت كده في منتهى الغباوه يا ابني، عشان انا لسه قايل لك يا غبي ان ما ينفعش نقول لها ان كده دي احمر شفايف. الكينج محمد منير مش مطلوب انك تقول لها الاغنيه، احنا بنقول الكلام على يعني انا اللي بقوله لها. فاهم بقول ايه؟ بص، ساره سلامه دي ما قمر وكل حاجه، بس ممكن يكون دماغها حرشه، عايزه جو شعبي، فدي تروح لها سكه حكيم. وبرده بنفس الطريقه ما تقولهاش انها اغنيه، كأن الكلام ده طالع من عندك. فاهم؟ بص، ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ده بقى ده بقى بقى ده بقى ده بقى بقى ده بقى ده بقى ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده حكيم. بص، هي لطيفه. لا حكيم، لا الفكره لطيفه. بس هي ممكن تكون تقيله على لساني شويه. سوري انا نسيت الموضوع. خلاص ممكن لو كده نخليها ايه، الاساتوك ده. اساتوك حلو. قولها كده. ايه الاساتوك؟ بس كويس قوي. بصي انت هتمشي بدلع سنه كده، ساره بقى ده انثى كده بتتدلع، وانا جنبك بقول ايه الاساتوك، وخد بالك من حركتي جنبها لان دي بتفرق جدا. ماشي؟ يلا. انت لو عندك تسلخات مش هتمشي المشيه دي. يعني في بنت في انثى في الدنيا بتمشي كده؟ ما تمشي يا بنتي انثى دلوعه. ثانيه بس، الجزمه وجعالي صباعي. اقلعي الجزمه. انا مش مقتنع من الاول. معلش يا سعيد، معلش. يلا انثى، ما تتكفي على وشك زي الاصنام احسن. تعالي يا شاهي، تعالي اقفي هنا كده. تعالى يا عم ادونيس، تعالى يا عم ادونيس، عشان احنا معانا بنت مش عارفه تعمل انثى. افندم، انت هتعمل ان انت ساره سلامه، ماشي؟ هتمشي بخفه ودلع كده، وانا جنبك كده ايه هعكسك. ها؟ ارجوك. ورحمه بابا طارق. خلاص يلا، مع 1 2 3. جاهز يا عم ادونيس؟ بقى ركز يا سعيد لان دي مهمه جدا، حركتك جنبها وهي ماشيه وانت بتقول الكلام. يلا يا عم ادونيس، 1 2 3. ايه الاساتوك ده اللي ماشي؟ ايوه يا عم ادونيس، ده ايه ورد الجناين ده اللي يصحي النايم ده. شكرا ادونيس. بس في حاجه، هو انت بترمي ورد الجناين دي على اساس ان انا كنت شجره وكده؟ والله ما اقصد يا عم، انت بتتلكك. في الحاله دي انا همشي يا عم والله العظيم ما اقصد. ما تتعبونيش بقى معاكوا بقى، انا الاقيها منين ولا منين؟ ما انا بحاول افكر، انا خلاص كل الافكار اللي عندي استنفذتها. طب انا عندي فكره. اتفضل. احنا نخش لها في مدرسه الحداثه، اللي هي ايه، نبقى روشين شويه، مثلا ابو الليف. ايوه برافو عليك، انت جبت اهم نقطه. تستحمى تتليف بقى. حبيبتي ابو الليف ده مطرب، هو اكيد الولد عنده في دماغه فكره. قول اتفضل. ممكن بس انا اخش لها بايه؟ انا مش خرنج، لا انا كينج كونج، انا وانا
واربط ايدي بقى، وانا رابط ايدي بلعب بينج بونج. خلاص حلوه جدا جدا، تحفه. فكره الثقه بالنفس ان انت بتقول لحبيبتك انا كينج كونج، دي حاجه في مصلحتك طبعا. بس وانس ان انت قلت انا كينج كونج لازم يبقى عندك شعر صدر كتير، لانك لو قلت انا كينج كونج وطلعت املس، لا ده يهد لنا العلاقه كلها. لا بلاش، تعال نفكر فكره ثانيه. خرونجة. خلاص ما هو عارف انه خرونج، اسكتي. انا بقول نغير الخطه. انت عارف ان شارع ايوشيان صح؟ مالها؟ من شرق اسيا، اقعدي ساكته بقى. ايوه ممكن نقرب الثقافات من بعض، يعني مثلا ايه، نخش لها في الانجليش شويه. ماشي. انت عارف شاجي؟ لا انا اعرف شاجيه اللي هي بتاعت مكشوفه منك. لا شاجي اللي هو الاسمر اللي هو العالمي. ايوه يا عم طبعا عارفه، مين ما يعرفوش ده. فانا ممكن مثلا اخش لها برضه نفس الطريقه، اخش لها كده واقول I'm sexy lady I love you so your body worry I want to know. يعني فكرة يعني يكون بتحب واحدة وتقول لها ام سكسي ليدي يعني فاهم انت، فاهم يعني انت عايز تقرب لها بس انت كده بتقرب لها هي حرفيا. بص سيبك من شاجي خالص. لا يا جماعه، من اجل الوصول للعالميه لابد من الاغراق في المحليه. ماشي. خلوا احنا ما بنخترعش العجل، خلي نرجع كده للاصل. حب يعني هاني شاكر، شفتها بكره مثلا هي ساره جايه كده، تقوم انت رايح في اتجاهها او حواليها تقول لها ايه، وركز في الاداء. هو انت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه؟ واخد بالك؟ دي مهمه قوي. انت لسه بتسالي انت بالنسبه لي ايه؟ لما تجري جوه دمي، لما تبقي كل همي، لما اعيش وياكي حلمي، تبقي بالنسبه لي ايه؟ ودي بالنسبه لي ايه؟ ايه الهبل ده؟ يا رأي يا بوز الاخس، عايزه ايه مني؟ امشي احنا غلطانين ان احنا كلمناك. انا ماشيه فعلا. ايه ده؟ انا عايزه جزمتي. خدي يا اختي جزمتك. احنا والله العظيم 3 انا غلطان ان انا يا غوري في 60 داهيه. البت اللي بتعمل دور صخره معاك دي اسمها ايه؟ يا اهلا والله البلاتو بتاعي منور. ميرسي جدا يا فندم. عايز اقول لك الدور اللي هتلعبيه ان شاء الله معانا مختلف خالص، ده مش اي صخره عاديه، دي الصخره اللي بيبرز قتل عليها ايبك. والله يا فندم مش مهم الدور خالص، يعني انا يكفيني الشرف ان انا اشتغل مع حضرتك ومع سعيد. لا ده الشرف لينا والله. طب يلا نجهز. حاضر. يلا يا سعيد نجهز. اوكي. ابو كنت عايز اسالك على حاجه كده. قول يا سمسم. هو لما انت يعني بتحب مثلا، انت بتبقى مبسوط ولا متلخبط؟ ولا ساعات يجي مثلا ان اللخبطه بعد الانبساط. فانا سالتك سؤال ملخبط دلوقتي، خدت بالك؟ فهل المفروض بقى انا انبسط كده ولا مثلا احبك؟ سمسم هو انت بتحب؟ لا عشان ايبك. انا بكتب الرومانسي بتاع يا ترى بقى ايبك الشقي ده بيحب مين؟ بيحب شجره الظهر، شجره الظهر. شجره الظهر. السلام عليكم. اهلا. كنت عايز اسالك على حاجه كده، بما ان انت منوراني، يعني شايفاني ناتع صوتي من اول النهار، عمال اقول اكشن، مكساج، دوبلاج، مكياج، الحاجات دي، قلتليش رايك فيها ايه كمخرج؟ لا مش مهم رايي خالص، اهم حاجه الفنانه ساره سلامه. ساره لذيذه ساره خالص. انا احب الستايل ده، يعني اللي هو الشعر الاصفر، يعني العينين الخضراء، كروهات ساره كده بقى. ساره على طول لابسه كده والحاجات دي، وبعدين اسمها لذيذ يعني. بص يعني خفيف كده على اللسان، يعني ساره سلامه، اسم يتنطق عادي. شاهي تخيلي كده لو كروب الكامل عرف ان اسمك شهيطه. انا هروح اشوف الحسابات مع البوفيه. طب اقول لك يعني خدي بالك ان 2 و3 5 عشان انت بتراجعي الحسابات مع البوفيه. ايبك ادوني على اوضتي. ايه ده؟ يا جماعه الحراس دي لابسين تيشيرتات ليه؟ يا جماعه احنا بنعمل فيلم تاريخي مش فيلم تسجيلي عن نيجيريا. وانت يا ناديه ما لبستيش ليه؟ انا سامع فعلا الصخره ضيقه سن. لا يا ريس هيحشروني فيها، ما تقلقش. هل عندك شك انك احلى واغلى امراه في الدنيا؟ جاهزه يا ملاك حبيت العمر معاه؟
جهزت ايه؟ انا من ساعه ما جيت الفيلم ده واحنا بنصور في نفس المشهد. ولسه والله لا تنبهري. فكره ال3 ايام في مشهد واحد دي انا والاستاذ يوسف شاهين بس اللي بنعملها. تعالى يا سعيد عايزك. تعالى هنا دي. يلا. بص، اي واحده ست في الدنيا عشان تشعل المشاعر الحب جواها لازم تولع فيها هي شخصيا، زي سخان الغاز كده. عارفين لما بنولع الشعله السخان كله يولع؟ احنا هنعمل كده. احنا هنولع في ساره سلامه. بعد الشر عليها. تعالى بس يا هبل، تعالى. انا مش هنولع فيها بجد. انت هتعاكس ناديه قدامها فهي تغير عليك. عكس ما ينفعش طبعا. عكس ناديه ايه؟ سوري يا ناديه. انت هبل يا ابني. سوري يا ناديه ايه؟ ايه يا نادي؟ وانت مش بتحبي سعيد وعايزه تساعديه؟ بحبه. طيب هي عكسك كده وكده قدامه عشان ربنا يكرمه بقى وتحبه، تمام؟ انا مستعده اعمل اي حاجه عشان تبقى سعيد يا سعيد. عشان سعيد تبقى انت سعيد. كلمه جميله. ناديه. ناديه. ايوه يا عرابي، ايوه لم الرجاله واهب بسرعه، كان متقبض عليه وبلغ عننا كلنا. ايوه يا عم هقابلك بالليل عند ام توته. يلا استنى يا ابو. انا ما اتحركتش. انا خلاص مش هتجوز ساره سلامه. ايه؟ تتجوز مين يا ابني انت؟ انت عبيط. انا اسف يا ساره يا سلامه. انا كنت قدامك بس انتي ضيعتيني من ايديكي، رغم ان والدك صاحبي، لان الحب ما فيهوش وسايط. ضيعتك ايه ووسايط ايه؟ هو انا اعرف اسمك اصلا؟ هو في ايه يا ابو؟ اهدي يا ساره، مش عارف، انا لسه بسمع الكلام ده لاول مره زيك. ايه يا سعيد في ايه؟ ما تظبط نفسك كده امال. خلاص يا ابو، قصد للستار والمسرحيه خلصت، والجمهور سقف لبطل العرض اللي هو انا كنت اعمى وفتحت يا ابو. الحب اللي كنت بدور عليه من زمان، لا مش انت، الحب اللي كنت بدور عليه من زمان كان قدامي بس انا مش شايفه. ناديه. سعيد. Can you marry me? عايز. طبعا جرامر غلط كتير بس المهم خلاص هتبقى. ارجوك ابوس ايدك، سيبنا في اللحظه دي. انا ما صدقت ابوس رجلك. في لحظه هنا ماشي. ايه اللحظه خلصت؟ انا فاكركم مكملين. طيب هتمضلنا على الوصيه؟ لا. ليه؟ عندي طلب واحد بس. هتعملوا ايه؟ اين روميو؟ جولييت. روميو. جولييت. جولييت. من اين تذهب يا روميو؟ إن رجال غاندالف على أعتاب ويستروس. تبا لهم. لقد قهرتهم جميعا بتنانين جون سنو. أتعلم لماذا قهرتهم جميعا يا روميو؟ لماذا؟ لأنك أقوى روميو في مصر. الساعة بتاعتي وأنا جايبها. ما هذه الزجاجة يا روميو؟ إنه السم. سنشربه سويا ونموت سويا. كلا يا روميو، إني لا أريد أن أموت. أنا لسه صغيرة في عز شبابي وما دخلتش دنيا يا روميو. يا واطية، حسنا سأشرب السم. استنى يا روميو، سمي قبل ما تشرب. روميو شكلك حلو قوي. روميو. كلا روميو. مش انا بس اللي واخده بالي.